اسمي حسن، عمري 48 سنة، وشغال حارس ليلي في مشرحة مستشفى حكومي قديم في القاهرة. بقالي 20 سنة في الشغلانة دي. شفت فيها قصص بأشكال وألوان، حوادث، غرق، وحالات وفاة طبيعية. قلبي مات ومبقتش بخاف لحد الليلة المشؤومة دي. المستشفى دي قديمة جدا، والمشرحة موجودة في البدروم، مكان رطب وريحته دايما فورمالين وموت. في ليلة شتا باردة جدا، والدنيا كانت بتمطر بغزارة برا. وصلتنا جثة لشاب مجهول الهوية، سميناها الجثة رقم 303. الشاب ده كان ضحية حادثة قطر، وجسمه كان متبهدل، بس وشه كان سليم وغريب، كان مبتسم ابتسامة باردة ومستفزة، كأنه عارف سر إحنا منعرفوش. الدكتور وكيل النيابة خلصوا شغلهم ومشيوا، وفضلت أنا لوحدي في المشرحة زي كل ليلة. الساعة كانت للفجر، والهدوء كان قاتل. مفيش غير صوت نقط مية بتنزل من حنفية بايظة في ركن الأوضة. قعدت على مكتبي أشرب شاي وأسمع الراديو، وفجأة سمعت صوت جاي من تلاجة الموتى. الصوت كان زي خربشة، طش طش طش. قلت أكيد فار دخل التلاجة، بتحصل كتير. قمت عشان أشوف ومشيت ناحية الأدراج الحديد الصدية. الصوت كان جاي من الدرج اللي فيه الجثة رقم 303. وقفت قدام الدرج وسمعت بوضوح. الخربشة كانت من جوا، وكأن حد بيحاول يفتح الدرج بضوافره. قلبي بدأ يدق بسرعة، بس كذبت ودني وقلت أكيد دي تخيلات إرهاق. رجعت للمكتب، بس الصوت زاد وبقى أقوى. خبط بوم بوم بوم. المرة دي مكانش فار، المرة دي كان في حد جوا الدرج بيخبط بإيده وعايز يخرج. مسكت الكشاف بتاعي وقربت من الدرج وأنا بترعش. مديت إيدي ومسكت المقبض البارد وفتحت الدرج ببطء. المفاجأة إن الجثة كانت في مكانها، متغطية بالملاية البيضاء. اتنفست الصعداء وقلت الحمد لله مفيش حاجة. وجيت أقفل الدرج، لقيت الملاية بتتحرك ببطء شديد. الملاية بدأت تنزلق من على وش الجثة، ولما الوش ظهر الابتسامة كانت لسه موجودة، بس عينيها كانت مفتوحة، مفتوحة على وسعها وبصوا عليها مباشرة. حاولت أجري، رجلي اتسمرت في الأرض. وفجأة الشاب ده رفع إيده ومسك معصم إيدي بقوة رهيبة. إيد متلجة زي التلج وعظمها بيزيق. حاولت أصرخ، صوتي مطلعش، وسمعت صوته، صوت أجش ومبحوح طالع من حنجرة متهشمة بيقولي: أنا متش يا حسن، أنا لسه مخلصتش حسابي معاكم، رجعوني. زقيته بكل قوتي ووقعت على الأرض، وجريت ناحية السلم وأنا سامع صوت الأدراج كلها بتتفتح ورايا واحد ورا التاني، وصوت صراخ وجري ورايا في الطرقة الضلمة. طلعت من المستشفى ومشفتش قدامي غير وأنا في الشارع. تاني يوم الصبح الشرطة لقتني مرمي قدام البوابة في حالة انهيار، ولما نزلوا المشرحة لقوا كل الأدراج مفتوحة والجثث كلها مرمية على الأرض، إلا الجثة رقم 3000. كانت اختفت تماما، ومحدش عارف راحت فين لحد النهاردة. أنا سبت الشغل ومبقتش أنام في الضلمة، بس لسه لحد دلوقتي كل ما أغمض عيني بحس بملمس الإيد المتلجة على إيدي، وبسمع صوته بيقولي: رجعوني. لو عجبتكم القصة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تشوفوا القصص الجديدة كل يوم.